السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام أحلام. بودكاست اللي الهدف ديالو أننا نوصلوا لأحسن نسخة من الأنفس ديالنا ونعيشوا الحياة اللي حنا كنتمناو. في أول حلقة اختاريت نهضر على واحد الموضوع مهم جدا اللي وأنا كنوجد ليه عجبني بزاف، وقبل كاع ما نفكر نبدا يوتيوب كنت كنبحث فيه واستعملته في الحياة اليومية ديالي وطبقته بدل حياتي بشكل جذري. إلا كنتم مستعدين نبداو الحلقة ديال اليوم. كلنا كاين في المحيط ديالنا واحد البنت ولا واحد المراه اللي الحضور ديالها ملفت للانتباه. ملي كتكون في واحد الجماعه ولا كتدخل واحد البلاصه كنحسوا بالحضور ديالها. واحد الانسانه اللي غالبا كتكون تايقه في راسها، انسانه صارمه وصاحبه قرار، ولكن كتحس بها فيها بزاف ديال الانوثه. كتكون كتعكس واحد الطاقه زوينه، وكتكون الحياه ديالها مستقره. الزواج ديالها الا كانت عايشه حياه بوحدها كتكون مستمتعه بها، الا كانوا عندها وليدات كتكون عندها علاقه بهم زوينه، الا كانت ابنه كتكون ابنه صالحه، والعلاقات ديالها كيكونوا علاقات غالبا ناجحه. تايقه في راسها، عارفه راسها شنو باغا، وكتكون ما كتجريش بزاف مورا الامور. بالعكس، داكشي كامل اللي بغات هو اللي كيجي عندها، وغالبا كتحقق جميع الاهداف ديالها وكتاخذ قرارات صائبه في حياتها. اليوم غادي نقول لكم السر وراء هاد الاشخاص هادو. كانت مرأة ولا كانت بنت، غادي تكون غالبا كتعيش الطبيعه ديالها وكتجسد في حياتها اليوميه الطاقه الانثويه وكتعيشها بهدوء وباستقرار وعارفه شنو كتعني. وتا لما كانتش عارفها فهي كتطبقها لانها واحد الحاجه اللي طبيعيه كاينه فينا حنا كنساء. في هذا البودكاست غادي نهضروا على 3 ديال المحاور. اول حاجه غنفهموا ديجا شنو هي هاد الانرجي فيمينين ولا الطاقه الانثويه. سمعنا عليها بزاف وبزاف ديال الناس هضروا عليها، وشنو هما المغالطات اللي كاينين بخصوص الطاقه الانثويه. ثاني حاجه غادي نشوفوا كيفاش حنا كنساء نقدروا نجسدوا هاد الطاقه الانثويه بلا ما ندخلوا في النمطيه ونوليو كنتشابهوا. بالعكس، نقدر نكون في طاقه انثويه ولكن عندي الطبع ديالي الخاص وعندي الشخصيه ديالي الخاصه وعندي لو كاركتير ديالي. ماشي ضروري نكون كنشبه البنات اخرين ولا كنشبه الناس اخرين ولا كنشبه العيالات اخرين. وثالثا غادي نشوفوا دي سوليوشن براتيك، حلول سهله جدا اللي تقدري انت تطبقيهم ابارتيغ دوجوردي باش تولي احسن نسخه من راسك وتعيشي الطاقه الانثويه ديالك. وتيقيني الا جربتيها غير سيمانه ما غتقدريش تعيشي في شي طاقه مختلفه على الطبيعه ديالك. نبداو على بركه الله. الطاقه الانثويه واحد الجانب انثوي اللي موجود فينا كاملين، كنا رجل ولا كنا امراه، عندنا واحد الجانب انثوي سميتو الانيما. وهذا الجانب الانثوي كيتميز 3 ديال الحوايج. اولا الحدس اولا لانتويسيون. الحدس هي الطاقه ديالنا اننا نحسوا بالامور، واننا شي مرات نقدروا كاع نتوقعوا شنو غادي يوقع. مثلا الامهات ديالنا اللي ملي كتقول لك انا ما كنرتاحش لهذا الشخص، ما كنرتاحش لهاد صاحبتك، في الاخر كترجع على الهضره ديالها. هذاك الحدس كيكون طاغي عند النساء وطاغي عند الانثى، ولا عرفت تستعملو فمش نقول لك غادي تعيشي داكشي اللي انت بغيتي. لان شي مرات باش تاخدي قرار صائب ما كتقدريش تاناليزي دو مانيير حقيقيه وتعرفي اكزاكتومون واش هذيك الحاجه مزيانه ولا لا. ولكن الا استعملتي الحدس ديالك فكوني متاكده غتاخدي قرارات جد صائبه. داكشي باش النساء ملي تستعملوا الحدس ديالهم غالبا كيكون القرار صائب. وهذا الشيء متاكده حتى الرجال اللي كانت عنده مراته كتقول ليه دير هادي ولا دير هادي وكتحس بشي امور وكتوقعهم، الا ما دارهاش غالبا كيرجع لها هضرتها. الام ديالك حتى هي، ولا خصوصا الناس اللي قراب لك وكتثق فيهم. ثاني حاجه طاغيه على هذا الجانب الانثوي وهي العاطفه. وحنا كنساء العاطفه ديالنا حاضره وبقوه. نحاولوا نبدلوا الطبيعه ديالنا ما عمره ما غادي يكون حل، بالعكس خاصنا نتعايشوا معها ونستغلوها في الجانب الايجابي. ثالث حاجه وهي القبول. هاد 3 ديال الامور، الحدس العاطفه والقبول، هما اللي كيخليونا اننا نتواصلوا مع الطرف الاخر. وهذا الجانب الانثوي راه كاين حتى عند الرجال، هو اللي كيقدر يعاونهم انهم يتواصلوا يهضروا يحسوا وتكون عندهم العاطفه، واخا هي قليله بالنسبه لنا حنا. دابا ملي فهمنا شنو هي الطاقه الانثويه غادي نحاولوا نحيدوا جميع المغالطات اللي كيقيسوا هذا الموضوع هذا. الطاقه الانثويه ولا الانرجي فيمينين ما عندها حتى علاقه بالمظهر الخارجي. تكوني كتلبسي مزيان، تكوني كديري احسن ميكاب، تكون الريحه ديالك ديما زوينه، تكوني دائما المظهر ديالك لائق، هادشي ما كيعنيش بانك كتعكسي طاقه انثويه. لان الطاقه الانثويه واحد القوه اللي كتجي من الداخل ماشي من الخارج. المظهر الخارجي ديالك وي واحد الحاجه زوينه اللي تبارك الله كلنا عندنا الجمال ديالنا وكلنا نعملين الله بالجمال، كل وحده فينا جميله بالطريقه ديالها، ولكن هادشي ماشي كافي. خصك تعيشي الطبيعه ديالك. الا بغيتي الامور تجي لعندك، الا بغيتي تختاري لا بون بيرسون في حياتك، الا بغيتي الاصدقاء ديالك والناس اللي دايرين بك يحترموك. شخصيا ما عمرني ما شفت شي واحد كاسب الاحترام لانه زوين.
يقدر يمكن في الاول، ولكن من بعد في العلاقات ومن بعد في الاحتكاك ومن بعد في الواقع الناس يقدروا يفقدوا هذا الاحترام، لكن انت ما عندكش واحد القوه، واحد الصرامه، واحد الشخصيه اللي قويه. وتكون عندك طاقه انثويه ما كيعنيش انك انسانه خاضعه او مستسلمه. تقدري تكوني في عز الانوثه ديالك وكلمتك ما كطيحش الارض. تقدري تكوني في عز الانوثه ديالك وعندك ان كاركتير كي فور. تقدري تكوني في عز الانوثه ديالك وتكون عندك شخصيه قويه. لو فيت انك كتعيشي الطاقه الانثويه ديالك ما كيانوليش وما كيمنعش انك تبرزي الحضور ديالك، ويكون الحضور ديالك قوي وتلاحظوا وكنحسوا به. نحيدوا هاد المغالطات. دوك الطاقه الانثويه تيقيني ما عندهاش علاقه بالمظهر الخارجي، ماشي خضوع، ماشي استسلام، ماشي نقول على كل شيء، ماشي ندير اي حاجه باش نعجب الناس، ماشي ندوز 5 سوايع ديفون لو ميغوار ولا قدام المرايه كنقاد في راسي، ماشي يكون عندي احسن شعر، ماشي تكون عندي احسن طاي ولا لو ميور كور. نتهلا في راسي، نعطي وقت لراسي، ولكن نغطي الروح ديالي، نعرف راسي انا شكون كامرا، نعرف الطبيعه ديالي، نفهم راسي، نفهم لو كور ديالي، نفهم التكوين ديالي. حيت الا كنتي كتعرفي راسك وحافظه راسك وفاهمه راسك، حتى واحد ما يقدر يغلبك، وغتكوني دائما على صواب، وغتاخدي دائما القرارات المناسبه اللي غادي تخليك تعيشي الحياه اللي انت بغيتي. دابا فهمنا شنو هي الطاقه الانثويه ولا الانرجي فيمينين. دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نجسدوا ونعيشوا هذه الطاقه الانثويه في كل نهار، وشنو هما الحوايج اللي خصني نطبق باش نكون على الطبيعه ديالي ونعيش الطاقه الانثويه ديالي بطريقه بسيطه بلا ما نفقد النفس ديالي. غتقولي لي احلام لا، الا انا درت الا طبقت هادشي غنكونوا كاملين كنتشابهوا، غنوليو داخلين في النمطيه، ما غيبقاش عندي شخصيتي، وانا ما نقدرش نتصنع وما نقدرش نكون انسانه متصنعه. بلاتي انا غادي نشرح لك، ما غتكونيش انسانه متصنعه، غتعيشي الطبيعه ديالك، غديري شي حوايج اللي عندهم علاقه بالطبيعه ديالك، وانت غتبقى عندك لاطوش ديالك الخاصه. تقدري تكوني في عز الطاقه الانثويه ديالك وما تفقديش من الحقيقه ديالك، تبقاي اوثنتيك، تبقاي حقيقيه، تبقاي بالكاركتر ديالك، لان كل وحده فينا عندها الطابع ديالها الخاص. والهدف اننا نكونوا في الطاقه الانثويه ديالنا ونعيشوها ونجسدوها في حياتنا اليوميه. ما كاينيش باننا غنوليو كنتشابه، بالعكس غادي تولي حقيقيه اكثر. الطاقه الانثويه ديالك هي اللي غادي تخليك تبدعي، وهي اللي كتخلينا حنا النساء في اي حاجه كنديروها كنحاولوا دائما نزيدوا لاطوش ديالنا. مثلا غنعطيك غير اكزامبل سهل وبسيط. ملي كيكون العيد وكنكونوا باغيين نوجدوا حلوه ديال ريشبوند مثلا، اللي هي حلوه كيوجدوها جميع النساء المغربيات، كل وحده فينا عندها الطابع ديالها الخاص، كل وحده كتبدع بالطريقه ديالها، كل وحده عندها الطريقه ديالها. هي نفس الحلوه، ولكن كل امراه عندها لو ريتويل، عندها لا روتين ديالها، عندها الكوزينه ديالها، عندها المسائل ديالها، وهذا الشيء راه كيميزنا حنا كأنثى. الابداع عندنا مهم، داكشي باش اي عمل كناخذوه كنقلبوا دائما كيفاش نبدعوا، ماشي 1+1=2. شي مرات 1+1 عندنا كتساوي 3، كتساوي 11، كتساوي 13، على حساب المود، على حساب لو سيكل، على حساب بزاف ديال الامور. وهاد التقلبات خصك تكوني متقبلهم لانهم داخلين في الطبيعه ديالك، ولكن خصك تعرفي كيفاش تعيشي معهم وما تخليهمش امباكتيو راحه البال ديالك ولا الراحه النفسيه ديالك. هذه الطاقه الانثويه هي اللي كتخليك تبني علاقات قويه، هي اللي كتمكنك انك ديري التفريغ ملي تهضري مع صحاباتك، ملي تمشي لشي مجمع، انك تكون عندك ديك القدره على انك تخلقي علاقات جداد. وهذا الشيء معروفين حنا به النساء، كيكون عندك صحابات، كتكون عندك خالتك، الناس ديال العائله، كتجلسي كتهضري، وسبحان الله غير جليسه مع صاحبتك في قهيوه ولا جليسه مع بنت خالتك عزيزه عليك في الدار ولا مع الام ديالك، ملي كتهضري وكتخرجي كتحسي بواحد الطاقه ايجابيه وكتجدي الطاقه ديالك. شي ما خصوش يصدمك، هادشي حقيقه ديالك، ملي كتعرفيه كتولي تطبقيه بالطريقه الصحيحه. دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نجسدوا هذه الطاقه الانثويه، وكيفاش نقدروا نعيشوها ونطبقوها بطريقه سلسه ومزيانه كل نهار. اول حاجه بغيتي تعيشي طاقه انثويه وتكوني انسانه كتعيش الطبيعه ديالها، وملي كنشوفوك كنحسوا بالحضور ديالك. الخدمه كتبدا من وسط منك. اولا وقبل كل شيء خاصك تقبلي راسك كيف ما انتي، تقبلي راسك كيف ما انتي. اول خطوه للسعاده، لراحه البال، لنجسد طاقتي الانثويه، نكون انسانه محترمه، نكون انسانه قويه الشخصيه، نتقبل راسي كما انا، داكشي اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. نبدا معك من لو فيزيك حتى لو مونطال. في الفيزيك ديالك خاصك تبغي راسك، تبغي شعرك، تبغي عينيك، تبغي فمك، تبغي اي حاجه كاينه في لو كور ديالك، وتحمدي الله وتشكري على جميع النعم. تقبلي الوضع ديالك الاجتماعي، كنتي طالبه تقبلي وعيشي هذيك المرحله، كنتي انسانه يلاه كتحاول تخدم وكتحاول تقلب، صبري وقاومي وتقبلي الذات ديالك. كنتي واحد الانسان عندها واحد المستوى تعليمي محدد،
تقبلي راسك. كنتي انسانه عصبيه وما كتعرفيش تعاملي، تقبلي هذيك الحقيقه. كنتي واحد الشخص اللي طموح بزاف وكيبغي يحرق المراحل، تقبلي راسك. تقبلي راسك كيف ما انتي في لو فيزيك وتا في الشخصيه ديالك، تقبلي لو كاركتير ديالك. اعترفي بشي امور، لانك لما تقبلتيش ما عمرك تقدري تبدلي ولا تطوري من راسك ولا تطمحي انك تكوني في احسن نسخه. الا كنتي في تضارب مع راسك ما عمرك تعيشي الطاقه الانثويه ديالك. الا كنتي انت ضد راسك، كيفاش الناس ما غيكونوش ضدك؟ الا كنتي انت ما تتامنيش براسك وانت كطيحي من راسك، كيفاش الناس ما غاديش يطيحوا منك؟ ما يمكنش. التقبل ديالك لراسك هو اول خطوه. الحياه مليئه بالسعاده، الحياه مليئه بالاكتفاء، الحياة طبيعية، ما فيها توتر، ما فيها ستريس. ماشي ضروري نكون ديما تيغي اكاتر امبانجل، ماشي ضروري نكون ديما زوينه وديما مقاده. عادي نتقبل الطبيعه ديالي. يقدر مثلا في واحد الوقيته من الشهر ما نكونش مزيان، ما نكونش مرتاحه، ما نكونش فرحانه، يكون شعري ما زوينش، يكون اللون ديال البشره ديالي شاحب، غنتهلا في راسي، ولكن غنتقبل راسي في نفس الوقت. نعطي ان اكزامبل. الا كنتي مثلا دوزتي واحد الوقيته صعيبه في حياتك وتعرفتي على واحد الناس اللي ما عرفوش بالقيمه ديالك وجرحوك وحطموك وحقروك، خاصك تقبلي هذيك المرحله وتعترفي بالاخطاء ديالك. الا بغيتي تطوري من راسك وناخذ لي لوسون ونمشي للقدام، ما نبقاش وحله في البلاصه اللي انا فيها، ونحمد الله على اي حاجه عطاها ليا. التقبل ديالك لراسك انا كنوعدك بانه غادي يبدل لك حياتك بطريقه جذريه. هذه اول حاجه باش تزيدي الطاقه الانثويه ديالك، هي التقبل ديالك لراسك. ثاني حاجه باش تكوني في عز الانوثه ديالك وتكوني كتجسدي طاقه انثويه، هي انك تكوني كتعرفي امتى تهضري وامتى تسكتي. تكوني كتميتريزي الصمت الاستراتيجي. الطاقه اللي كنخرجوا حنا كنهضروا، الهضره اللي كنقولوا تقدر تبدل لينا حياتنا. اقداركم تؤخذ من افواهكم. الهضره اللي كتقولي كتحدد لك المستقبل والواقع ديالك. الهضره اللي كتقولي كتخليك يا اما انسانه تحترم ولا ما تحترميش. الهضره اللي كتخرجي من فمك ولا الكلام ديالك يقدر يحدد المصير ديالك. دونك حاولي ملي تبغي تهضري، انا غنعطيك اون استوس. سولي راسك، كنتي في جماعه، كنتي مع واحد الشخص معين، كنتي مع العائله، قبل ما تقولي واحد الحاجه سولي راسك، واش هادشي اللي غادي نقول انا مفيد ليا؟ واش هادشي اللي غادي نقول انا مفيد لهاد الناس اللي انفاس ليا؟ الا كان لا، ضحكي، تقسي من الهضره وخلي ديك الطاقه ديالك لداخل، فرغيها في حوايج مناسبه. النميمه والهضره داكشي كامل تيهبط من الطاقه ديالك وتيستنسك بواحد الطريقه خايبه بزاف. حاولي تركزي على نفسك، وحاولي تختاري الكلمات ديالك، وحاولي تكوني دايره بناس ايجابيين اللي كيهضروا في مواضيع اللي انت غتستافدي منهم، وكوني مدوره بيك ناس حقيقيين، ناس كيبغيو لك الخير وناس كتستافدي معاهم. والجلسه اللي غتجلسي فيها خصها تكون جلسه مفيده. الا كانت جلسه فيها غير النميمه والهضره الخاويه، كوني متاكده بانك راه تطيحي من راسك، كطيحي من راسك وكتمشي وكدي الذنوب وكتفرغي الطاقه على واحد الاشياء اللي ماشي مهمه. الوغ كتقدري ديك الطاقه تستغليها في راسك، تقدري تستغليها في تمشي ديري اون سيونس دو سبور دو 40 مينوت وانت بخير، تمشي تقراي كتاب في 15 دقيقه، او اليوم تهضري على هذا ولا على هذه، ولا هذا دار ولا هذا ما دارش. ركزي على راسك وعرفي امتى تهضري وامتى تسكتي. ثالث حاجه واهم حاجه، خاصك تكوني كتعرفي تستعملي الحواس ديالك بطريقه لائقه. الحواس حنا كاملين عارفينهم شنو هما. نكون انا كامراه ولا انا كأنثى كنستعمل الحواس ديالي بشكل لائق. مثلا الحركه، انني نتحرك، انني نمشي لبلايص زوينين، انني نتامل. لا ميديتاسيون والتامل واحد الحاجه مفيده جدا للطاقه الانثويه ديالك. نمشي للبحر، ما محتاجه نكون مع حتى واحد، نقدر نكون بوحدي، ما محتاجه نكون لابسه حتى لبسه، ما محتاجاش نكون في ان ريستورون، ما محتاجاش نخلص واحد لاصوم كبيره باش نحس بالفرحه. الفرحه كاينه في الامور البسيطه، الفرحه كاينه في دوك اللحظات الزوينه اللي نقدر ندوزو مع راسي. انا متاكده بلي كاينين شي بنات اللي الا ما كانوش مع صحاباتها ولا ما كانتش غتخرج مع الناس بزاف وتحس براسها ما تقدرش تخرج. غلط. تقدري تاخدي تلبسي حويجاتك ديال السبور، تمشي للبحر وتشوفي الجمال ديال الطبيعه وتمنظري في الجمال ديال الطبيعه وتخلي عينيك تشوف الحوايج الزوينين، باش تكوني انسانه مبدعه، باش تكوني انسانه مستقره، باش تكوني انسانه فرحانه. راه تاخدي وقت لنفسك راه مهم جدا.
ما تخليش المسؤوليات ديالك كأم كزوجة كابنة كطالبة كعاملة كموظفة تخطف منك الجمالية ديال الحياة، حيتاش غاد تحقي ذاتك، غادي تحقي كاع داكشي اللي بغيتيه بشويه سلولي غتحقي كاع داكشي اللي بغيتي. خاصك تاخدي وقت بعدا لنفسك، تبغي راسك، تمشي دوزي وقيته زوينه، تستعملي الحواس ديالك. تقدري بوتيتر تستعملي ديجا تمشي ديري لابوتري مثلا، تقدري مثلا توجدي حلوه في الدار، توجدي تخيك زوينين، تبدعي، دوزي وقيته زوينه مع راسك. وحنا راه كنرتاحوا في الابداع، كنرتاحوا في اننا نديروا شي حاجه من غير الخدمه من 8 ل 12 جوج 6، من غير انك تقري الاولاد كل نهار، من غير انك تبقاي داخله كطيبي، تاخدي واحد الوقيته لنفسك وتحسي براسك وتريحي راسك وتستعملي الحواس ديالك، لانهم مهمين. هادوك هما اللي غادي يخليوك تحسي بالانوثه ديالك الحقيقيه. متفقين؟ غديري هادشي، كنتمنىك ديريه وقولي في لي كومونتير شنو هي اكثر حاجه ما غنقولش لك صدماتك، ولكن اكثر حاجه جاتك مهم. دوك بوغ ريكابيتولي 3 د الامور ساهلين ماهلين خاصك تكوني عارفاهم واساسيين باش تجسدي الطاقه الانثويه ديالك كل نهار. اولا خاصك تقبلي راسك كما انت. ثانيا نعرف امتى غادي نهضر، نعرف امتى غادي نسكت. وثالثا خاصني نستعمل الحواس ديالي، ندير التامل، ندير لا ميديتاسيون، ندير اليوغا، ندير لا مارش، نتحرك، نشري وريده ونشم ريحه زوينه، نستعمل يدي نطيب، ندير ان تروك اللي انا غادي يفرحني، ونمشي وندير الابداع، ندير الرسم، ندير دي تروك اللي انا غادي يفرحوني وغادي يخلوني نتكونيكتا مع الحواس ديالي. متفقين؟ دابا غادي نعطيك حلول براتيك ساهلين غتطبقيهم بدايهم ابتداء من اليوم، غادي يخليوك تعيشي الطاقه الانثويه ديالك بواحد الطريقه صادمه. و ابارتير دون سيمين انا نعطيك لا غارونتي ابتداء من اسبوع غتبداي تحسي بالفرق، غتحسي براسك بلو زين بلو كالم، ما بقيتيش ستريسي، ما بقيتيش متوتره، وداكشي كينعكس بطريقه مباشره على شعرك، مباشره على وجهك، مباشره على لوكور ديالك. اما الا كنتي فواحد التوتر مستمر وكتعيشي فواحد الطاقه ديال الذكوره وكتعيشي في المسؤوليات وكتعيشي في الضغط وباغا ديري شي حوايج اللي كبار بزاف اللي يمكن خارجين على الطبيعه ديالك، غتلقاي شعرك كيطيح، غتلقاي لو كور غتلقاي شعرك كيطيح، غتلقاي البشره ديالك شاحبه، ما غتنعتيش مزيان، ما غتكونيش فرحانه، غتكوني عصبيه، غيولوا عندك مشاكل مع الناس. دوك سي ان سيركل فيسيو. عيشي طبيعتك وغتشوفي السر ديال السعاده فين كاين. 3 ديال الخطوات بسيطه. اول حاجه 3 ديال الخطوات بسيطه. اول حاجه غتاخدي لي ورقه وستيلو، خاصك ضروري انت بعدا وانت خاص تكون عندك اجنده وستيلو ديالك خاصين. كل نهار غتاخدي ليا 5 مينوت ساهله. 5 مينوت راه كندوزو غير كنسكروليو في السوشيال ميديا. 5 مينوت غادي نقيد فيهم شنو حسيت في داك النهار، المشاعر اللي حسيت بيهم، باش حسيت بالغضب بالتوتر بالفرحه بالستريس. ما تاناليزيش، غير كتبي المواقف، حيت شي مرات يقدروا يكونوا كيوقعوا شي حوايج دي تروك بساط في النهار اللي كيأثروا لك على الانرجي ديالك و il te tire vers le bas. ولكن ملي كتكتبيهم وغتعاودي تقراي من مورا ما غدوز السيمانه غتولي تعرفي بلي كاينين شي حوايج راه هما اللي تطيحوا منك وهما اللي كيأثروا عليك. جو سي با مثلا دوزتي ساعه في لومبوتياج وطلع لك الدم وتعصبتي، كتجي معصبه للدار، كتجيبي ديك الشحنه السلبيه للدار، كتلصقيها في الحيوط، كتلصقيها في الناس، لان المراه راه عباره عن طاقه، راه حنا اللي كنعطيو الطاقه. راه الرجال تيستمدوا الطاقه من عندنا حنا. دونك انت الا كانت الطاقه ديالك فيري لو، دائما الطاقه ديالك هابطه بزاف، tu peux pas construire des liens اللي سوليد. ما تقدريش تكون عندك علاقات مزيانه وعلاقات متينه، ما تقدريش. دونك خاصك كل نهار 5 دقائق نقيد المشاعر ديالي وندير التفريغ. الا ما قيدتش في هذاك لاجندا نحاول ندوي مع شي واحد اللي انا كنرتاح ليه. 5 مينوت داز عندي في النهار، درت اكس درت ايغريك باش حسيت لي سنتيمون، وعطي كلمات، ديري كلمات لي سنتيمون اللي تحسي بهم، شرحيهم ديري كتبي لو ديتاي انت كاع باش تحيدي داكشي، باش تفرغي ديك الطاقه السلبيه اللي غتكوني حسيتي بها في النهار، وتكوني مستعده انك تستقبلي طاقه جديده ولا تعطي طاقه جديده. ثاني حاجه نمارس حركات انثويه، حركات كيكونيكتيوني مع الانرجي فيمينين ديالي، كيخليوني نتواصل مع الطاقه الانثويه ديالي. تعتبر الرقص واحد الحاجه مفيده جدا للنساء. تقدري بدون موسيقى حركي لو كور ديالك، تكونيكتاي مع لو كور ديالك، بغي لو كور ديالك، كوني في تواصل وفي علاقه ايجابيه مع لو كور ديالك. ما كيهمناش حنا كيفاش داير، يفي لافير.
كيفيقك، كيكون معاك، كيحس بيك، كوني فرحانه، تقبلي راسك كما انت، ديري الرقص. الا كنتي كدوزي من واحد الوضع اللي صعيب، مثلا تزاد لك الوزن، نقص لك الوزن، تقبلي راسك، بغي راسك، بغي راسك، لان اصلا قبل ما تقدري، الا كان زاد لك الوزن طيحي، ولا كان نقص لك الوزن تزيدي، خاصك تقبلي راسك بعدا، لانك الا كنتي في واحد التضارب مع الجسد ديالك، فهو حتى هو غيجي ضدك، حتى هو غادي يجي ضدك، غادي يدير العكس ديال داكشي اللي بغيتي. دونك ديري الرقص وتحركي وبغي راسك ودوزي وقيته زوينه مع راسك، وكوني بوحدك وتكونيكتاي مع راسك وتكونيكتاي مع لو كور ديالك، خلي علاقتك مع الجسد ديالك تكون علاقه زوينه، بغيه باش حتى هو يبغيك. ثالث حاجه هو تعيشي اللحظه سيداتي، دوا فيفر دون لو مومون بريزون، خصك تعيشي دابا في الان، ما تعيشيش ليا في الماضي مشى مات، اي تكرفصوا عليك، داروا ليك، حطموك، فشلتي، دزتي من حوايج خايبين، عرفت كلنا. ولكن واش تبقاي وحله في الماضي؟ غتبقاي كتنتظري من ان الماضي شنو ترجعي وتعاودي تبدلي؟ صافي سكي في اللي وقع. خاصك دابا تاخدي دروس من الماضي وتمشي تعيشي الحاضر، وما تعيشيش حتى في المستقبل، لان اللي عشتي في المستقبل فانت انسانه قلقه، غتعيشي واحد القلق مدمر، غتبقاي ديما تندير الدار، تندير الطوموبيل، تنشري هادي، تنكون هكا، تندير هادي، داكشي غادي يجي ولكن راسك ما فرحاناش لانك ما استمتعتيش باللحظه الحاليه. استمتعي باللحظه الحاليه، فاحنا ما كنضمنوش العمر ديالنا، ما كنضمنوش الحياه ديالنا، ما عارفينش من هنا العام جاي شنو غادي يوقع، من هنا ل5 دقائق شنو غادي يقدر يوقع، يقدر يجي ان كو دابيل يبدل لك حياتك كامله. دونك استافدي وعيشي اللحظه، عيشي اللحظه بداك الشيء اللي عطاك الله. كنتي طالبه كدوزي من وقيت لوقيتات الصعاب، عيشي اللحظه، استافدي من هذيك اللحظه، حاولي تخلقي السعاده من والو. راه داكشي اللي كتشوفوا في لي ريزو سوسيو راه صعيب بزاف، راه كان كيأثر عليكم، راه غادي امباكتي لكم حياتكم بواحد الطريقه خايبه. واخا ما يكونش عندي ما عنديش، نعيش اللحظه، ندير ان بوتي بيكنيك ونهز مسائلي ونمشي حتى نمشي جريده ونجلس ناكل شي حويجه زوينه، نمشي نتمشى مع ناس عزاز عليا، نمشي عند والديا نخرج معاهم، نمشي نشرب معاهم قهيوه. عيشي اللحظه بامور بسيطه، بامور صغيره، ما محتاجاش تكوني في واحد البلاد ولابسه واحد اللبسه وهزه واحد الصاك ودايره واحد البارفان داكشي غادي ديري ان شاء الله، خدمي عليه وكوني طموحه، ولكن عيشي اللحظه ديالك واستافدي من اللحظه اللي انت فيها. الا طبقتي هادشي اللي كنقول لك، كوني متاكده ان حياتك غتبدل الاحسن، داكشي غادي يجي عندك بوحدو، وغادي تدخلي في واحد لينيرجي مريحه، راه ماشي شي حاجه جديده عليك، راه طبيعتك. تخيلي واش الحوته كتعيش برا الماء؟ ما يمكنش، مستحيل. وانت بغيتي تعيشي برا الماء اللي هو الطاقه الانثى، بغيتي تعيشي بطاقه ديال الذكوره، ولا بغيتي تعيشي بواحد الطاقه ديال التوتر الدائم، ولا بغيتي تعيشي في واحد المشاحنات تنفسي وبداي حياه جديده. الحياه قصيره بزاف على اننا نضيعوها في لحظات ديال لو دوت، في لحظات ديال الشك، في لحظات ديال الضعف، في لحظات ديال الاكتئاب. الحياة ماشي سهلة، ولكن ما يمكنش نخليوها تغلبنا وحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ان اي حاجة كتوقع فيها خير، اللي ما جاتش فيها خير، واللي جات فيها خير، واللي مشات فيها خير. ما كايناش شي غوسيت ماجيك ديال السعاده من غير هادشي اللي قلت لك، انك تعيشي طبيعتك وتطبقيها، وكوني متاكده ان الله سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في داكشي ديالك، وغادي تفرحي، وغادي تيسري الامور، وغادي تولي عندك واحد الطاقه ايجابيه، وغادي تولي عندك واحد الطاقه ديال انك غادي تجذبي داكشي، غادي تجذبيه حتى لعندك، وغادي يجي حتى لعندك. علاش؟ لانك كتبغي راسك، لانك تقبلتي راسك، لانك كتعطي وقيته لراسك، لانك كتعيشي الطبيعه ديالك، لانك ما كتبخليش انك تكوني عاطفيه ولا حساسه، ما تطيحش من القيمه ديالك. تكوني انسانه حساسه عاطفيه، ديك طبيعتك، وعكس ما يروجون له. تكوني ظريفه حنينه، غتقول لي وي ما غنكونش، بيان سور كاينين دي ليميت، بيان سور كاينين حدود، معلوم كاينين حدود، معلوم ما يمكنش تكوني دائما ظريفه دائما، ولكن حتى الا كنتي حنينه ماشي مشكل. تكوني عاطفيه، هذيك طبيعتك، هذيك واحد النعمه عطاها لك الله سبحانه وتعالى، باش تعطفي على ولادك، باش تعطفي على ماماك، باش تعطفي على الناس اللي عزاز عليك، باش تعطفي على باباك، باش تعطفي على المساكين، باش تعطفي على الناس اللي محتاجين، باش تعطفي على واحد السيده غتجي تعاونك، هذيك مشاعر ديالك، ماشي ضعف.
وما تعيشيش بعيده على طبيعتك. الا ما عشتيش بعيده على طبيعتك غتكوني انسانه فرحانه وفرحانه بزاف. كنتمنى هذا البودكاست يكون عجبك، وكنتمنى ان هاد لا فيديو تقيس ولو انسانه وحده، شي غير الى انسانه وحده طبقات هادشي اللي كنقول وحست بالفرق في حياتها، فانا غادي اكون انسانه فرحانه بزاف. طبيعتك قوتك، والقوه ديالك في الطبيعه ديالك. بغي راسك، تقبلي راسك، وانت جميله بجميع الاحوال، وانت انسانه ناجحه وجذابه في جميع الاحوال، والطاقه ديالك راه كاينه وسط منك، خصك غير تجبديها. قولي لي في لي كومونتير شنو هي اول حاجه غادي تبداي، وشنو هي اول خطوه باش تجسدي طاقتك الانثويه وتكوني نسخه جديده من راسك. شكرا لكم الى بقيتوا معايا حتى لهنا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده في بودكاست ديالكم كلام احلام.